مين 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 اللي هيجيلنا في الوقت ده؟ انا مش عرفني يا ستي، محدش بيرد. نامي. وبعدين بقى، انت رايح فين؟ هروح فين يعني؟ هفتح الباب؟ لا استنى، الدنيا ليل، انا خايفة. خايفة من ايه؟ لا ما بدهاش بقى، انت برضو هتفتح؟ ايه ده؟ خير، اللهم اجعله خير. ايه الكيس ده؟ وايه اللي مكتوب عليه؟ 100 جنيه دهب؟ ده هزار ده ولا ايه؟ يا ستي استني، اهو كلام مكتوب. ادخلي بس وخلينا نشوف ايه اللي في الكيس. دخل الراجل هو ومراته وقفلوا الباب. الراجل فتح الكيس ولقى جواه جنيهات دهب. يا ما انت كريم يا رب، معقول ده؟ وطي صوتك، العيال صحيت، اولادهم ال3 صحيوا. هو النهار طلع ولا ايه؟ لا يا اولاد ناموا، لسه الدنيا ليل. امال ايه اللي مصحيك يا امي انتي وابويا؟ وايه الكيس ده؟ ايه ده؟ دهب؟ بس انت وهو اسكتوا. جبت الدهب ده منين يا ابويا؟ والله يا ابني ما اعرف. الباب خبط ولما فتحت لقيت الكيس ده. الولد الكبير مسك الكيس وقرا اللي مكتوب عليه. 100 جنيه دهب؟ ده احنا بقينا اغنياء قوي. يا ابني استنى بس، انت بتعمل ايه يا راجل؟ بتفضي الكيس ليه؟ 1 2 3. انت هتعد الدهب؟ 4. طبعا، استني شوية بقى. والراجل كمل عد. 97 98 99. الله، دول 99 بس. اكيد اتلخبطت يا ابويا. طب عد تاني يا راجل. خلاص 98 99 مش مهم. لا مهم، الكيس مكتوب عليه 100 جنيه دهب. الجنيه الناقص راح فين؟ راجل عد الفلوس 5 6 مرات، وفي كل مرة هم 99 وبس. في الاخر الراجل قام وقف وقال يلا يا ولاد تعالوا معايا. انت رايح فين؟ رايح ادور على الجنيه الناقص. بقى ده معقول؟ بلاش كلام فاضي، هتدور عليه فين دلوقتي؟ اكيد وقع هنا ولا هنا. بطلي رغي بقى، يلا يا ولاد. وخرج الراجل مع ولاده ال3 يدور على الجنيه الناقص، وللأسف ما لقاش حاجة، بس فضل يدور برضه. وأولاده تعبوا وكانوا عاوزين يناموا، بس هو مصر يلاقي الجنيه، لغاية ما النهار طلع عليهم ومفيش أي فايدة. الأولاد قالوا له احنا تعبنا وواضح كده اننا مش هنلاقيه، نروح بقى. أبوهم زعق له، وفي الآخر رجع البيت وهو زعلان ومتضايق. الأولاد كانوا تعبانين جدا ودخلوا جري عشان يناموا، ومراته كانت قاعدة هي كمان بتنام على نفسها. وأول ما شافته قالت له ها، لقيت الجنيه؟ رد عليها وهو مش طايق نفسه، لا ما لقيتش حاجة. هيكون راح فين يعني؟ هو ايه اللي راح فين؟ ما خلاص معاك 99 جنيه دهب ورايح تدور على الجنيه الناقص؟ عجيبة. اسكتي انتي بس، انتي مش فاهمة حاجة. بقى كده برضو أول مرة تزعقلي. يوه، هو ده ناقصك انتي كمان؟ وسابها ومشي وخرج وقفل الباب بسرعة علشان يلحق يروح شغله. ثانية واحدة، مين بقى الراجل ده؟ أهلا بيكم في بودكاست نقطة ومن أول السطر، وحلقة جديدة من سلسلة حلقات حكايات أعجبتني. وحلقة النهاردة اللي بدأتها أصلا بعنوان سر 99. ونجاوب بقى على السؤال، مين الراجل ده؟ الراجل ده هو الخادم الخاص للملك. وعلشان نفهم الحكاية هنرجع لليوم اللي قبل ما يلاقي فيه كيس الذهب. كان الملك قاعد في قصره سرحان، وهو شايف الخادم قدامه بيقدم له الأكل، والابتسامة ما بتفرقش وشه، هادي وبشوش. والملك بيسأل نفسه، هو ازاي الراجل ده مبسوط كده على طول، على الرغم من انه ما يملكش اي شيء؟ والوزير دخل على الملك وسلم عليه، بس الملك ما خدش باله منه. فقرب الوزير من الملك وقال له مالك يا مولاي، سرحان في ايه؟ بص الملك للوزير وقال له، اللي قول لي يا وزير،
هو الخادم ده سعيد ليه طول الوقت مع انه فقير وغلبان، وانا اللي املك كل شيء مهموم ونادر لما بضحك؟ ابتسم الوزير وقال له: جرب معايا مولاي خطة 99. الملك بص للوزير وقال له: وايه بقى خطة 99؟ وحكى الوزير الخطة وقال: هنجيب كيس وهنحط فيه 99 جنيه دهب، وهنكتب على الكيس من بره 100 جنيه دهب. الملك استغرب: ليه هنكتب 100 وهو فيه 99 بس؟ ما هي دي الخطة يا مولاي. كمل يا وزير: وهنحط الكيس عند باب الراجل وهنخبط عليه ونتأكد ان هو خد الكيس. وبعدين يا وزير؟ مفيش يا مولاي، الراجل هيسيب 99 جنيه دهب وهيفضل يدور على الجنيه الناقص، وحياته كلها هتتغير ومش هيبقى سعيد زي ما انت شايفه دلوقتي. ليه يا وزير؟ وازاي هيسيب 99 جنيه دهب ويدور على جنيه واحد مش موجود؟ ده يبقى غبي، مش ممكن. طب استنى يا مولاي لبكرة الصبح وانت هتشوف شكله ايه. وده اللي حصل فعلا. الوزير خد الكيس وحطه عند بيت الراجل، وحصل اللي حصل. الراجل نسي 99 جنيه دهب اللي معاه، وما كانش أساسا يحلم بربعهم، وراح يدور على الجنيه الناقص ونكد على مراته وولاده. ونرجع للراجل اللي ساب بيته ووصل القصر ودخل على الملك وهو شكله تعبان ومهموم ومكشر. ولما شافه الملك استغرب وسكت شوية بيفكر، وبعدين ضحك والتفت للوزير وقال له: فعلا يا وزير، نجحت خطة 99. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكاية النهاردة اللي عجبتني جدا، حكاية سر 99. أي مملكة ناجحة محتاجة ملك حكيم ووزير ذكي، والوزير بذكائه عارف يحل مشكلة الملك ويجاوب على السؤال اللي كان شغله طول الوقت. السؤال ما كانش ليه الراجل سعيد، لا، السؤال كان هو ليه هو كملك برغم كل اللي عنده مش سعيد. والملك ما كانش عاوز يشوف الراجل حزين ولا حاجة، وأكيد الوزير ما كانش ده هدفه. وبالحيلة اللي عملها الوزير على الراجل الغلبان قدر يوضح الحكمة للملك إن سر السعادة الرضا باللي عندك، مش التفكير في اللي مش موجود. كده حل مشكلة الملك ورجع له ضحكته. بس للأسف حط الخادم في اختبار صعب جدا، ويا خسارة ما نجحش فيه، بس دي مسؤوليته هو اللي اختار. الراجل كان يبدو سعيد بس مش عن رضا وقناعة، لا، كان سعيد علشان ما عندوش اختيار تاني. ولما ربنا رزقه بس مع الرزق ده اختبار بسيط، للأسف كان طمعه أكبر، نسي اللي ربنا أنعم عليه بيه وهو كتير جدا، وفكر في اللي مش موجود. تفتكروا هيفضل يدور على الجنيه الذهب ولا هيعيش ويستمتع بحياته؟ هستنى تعليقاتكم. حقيقة الإنسان بتبان لما بيتعرض لضغوط الحياة واختباراتها الصعبة، وده اللي بيبين قوته ومعدنه الحقيقي. وكتير مننا لو اتحطينا في الاختبار اللي اتحط فيه الراجل ده هنعمل زيه، إلا من رحم ربي. هننسى كل النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها ونروح ندور على الناقص، الجنيه الذهب اللي في الأساس ملوش وجود. والمشكلة الحقيقية إننا أحيانا ما بنشوفش ولا بنعرف قيمة اللي عندنا إلا لما بنتحرم منه، ونرجع نندم ونوعد نفسنا مش هنعمل كده تاني، ويا دوب أيام شهور ونرجع تاني ندور على الجنيه الناقص. هيحصل إيه بس لو رضينا وحمدنا ربنا على اللي عندنا؟ نعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى، إحنا محتاجين بس من وقت للتاني نفكر نفسنا بيها علشان نرضى ونعيش سعادة. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وياريت تشتركوا في القناة لو عايزين تشوفوا باقي الحلقات. يا ترى تعرفوا أي حد بيفكركم ببطل حكاية النهاردة سر 99؟ ياريت تشاركوا الحلقة دي معاه. في انتظار رأيكم، ودايما بتسعدني مقترحاتكم. وشكرا. ونقطة ومن أول السطر، كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.